الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيد باشا مدينة القصر الكبير، السيد رئيس مجلس البلدي، السادة أعضاء ممثل السلطة المحلية والمنتخبات، إخواني من المرشدين ومجلس الخطباء والمؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله. أساس صلة المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تخرج عن ثلاث صور: صورة معرفة، وصورة محبة، وصورة اتباع. فأما صورة المعرفة فتستفاد من قول الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وأما صورة المحبة تستفاد من قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما صورة الاتباع تستفاد من قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا فأول هذه الصلات صلة المعرفة، فلا اتباع بلا محبة، ولا محبة بلا معرفة. وأول باب أيها الإخوة ندخله لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله، لأنه قد يتبادر إلى أذهان الناس إذا سئلوا عن مصادر سيرة ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق الأفواه مباشرة إلى كتب السيرة، إلى سيرة ابن إسحاق وإلى غيرها من الكتب. والحق أيها الإخوة أن أول مصدر لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، لأن القرآن أيها الإخوة كما أنه كان معرفا بالله عز وجل كان معرفا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراحل مختلفة من حياته صلى الله عليه وسلم. والعجيب أيها الإخوة أن ميزة القرآن في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ميزة عجيبة، لأن كتب الأحاديث وكتب السير حين تروي أخبار وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يدخل بعض الوهن في هذه الأحاديث، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وبعضها قد يكون موضوعا. ولكن حين يذكر القرآن الكريم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صحيحة ليس فيها شك، لأن الله عز وجل تعهد بحفظ كتابه الكريم. وهناك ميزة أخرى يتميز بها القرآن الكريم حين يتحدث عن هذه السيرة، وهو أنه يكشف الجوانب الداخلة والخفية للنبي عليه الصلاة والسلام. كتب السيرة إنما تحكي الأحوال الخارجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حله، ترحاله، منامه، يقظته، جهاده، كيف كان حاله مع إخوانه، مع زوجاته، في حال القضاء، في حال الغضب، في حال الفرح. ولكن القرآن الكريم أيها الإخوة يكشف الجوانب الخفية لرسول الله عليه الصلاة والسلام حين يكون مثلا في وضع الحزن، أو في وضع مثلا الترقب بمسألة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذا لا يمكن لأحد من الناس أن يطلع عليه إلا القرآن الكريم. الله عز وجل هو الذي اطلع على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان متشوقا إلى أن تكون مكة هي قبلته التي يريد الصلاة إليها. فإذا أول هذه الأبواب لمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، والمعرفة تقودنا إلى المحبة، والمحبة تقودنا إلى الاتباع. فإذا أول هذه الأبواب هو القرآن الكريم، ثم تأتي بعد ذلك كتب السيرة. وهذه الكتب أيها الإخوة أخذت أصنافا شتى. فهناك كتب تحدث عن السيرة الإجمالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولادته، صباه، مشاركته في حلف الفضول، هجرة الحبشة، الهجرة إلى المدينة، غزواته صلى الله عليه وسلم، مراسلته إلى الملوك، وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الكتب إنما ألفت في فن خاص، ولذلك يمكن أن نقسمها إلى خمسة فنون. هذه السيرة، فن السيرة الذي هو فن العام، وكتب تخصصت في ذكر خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المزايا التي اختص بها رسول الله على غيره من الأنبياء. وهناك كتب الدلائل التي اعتنت بذكر معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، خاصة في هذا الباب كدلائل نبوة الإمام البيهقي رحمه الله وخصائص الإمام السيوطي رحمه الله. وهناك كتب اعتنت بذكر شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشمائل هي الخصال الحميدة: كيف كان أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك يفتتحون كتبهم بذكر
كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صفاته الظاهرة، هل كان طويلا، هل كان قصيرا، هل كان مستدير الوجه، إلى غير ذلك من هذه الخصال المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه كتب على كثرتها. كان هناك كتاب اسمه الشفاء بتأليف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. حق لنا معشر المغاربة أن نفتخر بهذا الكتاب، لأن صاحبه مغربي سبتي المولد ودفن مراكش، ألفه رحمه الله على نحو لم يؤلف لا قبله ولا بعده ولا مثله أبدا. ولذلك كتب أحد المصريين مقارنة بين إنتاج المشارقة وإنتاج المغاربة. كان المشارقة إذا ألفوا فن من الفنون يأتي المغاربة ليؤلفوا مثلهم، ولكن حين ألف القاضي عياض رحمه الله هذا الكتاب لم يستطع أحد من المشارقة أن يضاه هذا التأليف. ولذلك إذا أردنا أن نفتخر بشيء مما عند المغاربة أن نفتخر بهذا الكتاب على وجه الخصوص. ويزيد ذلك بهاء أنه كان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله على 4 أقسام. بدأ بذكر ثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف عظمه وكيف وقره، ثم ذكر في قسم آخر الحقوق الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا نحن معشر أتباع هذا الرسول الكريم، ثم تحدث عن ما يجب في حق رسول الله وما لا يجب في حقه، وختم كتابه بذكر مصير من تجرأ على سب أو انتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أيها الإخوة لعظمته ولمكانته حرص المغاربة منذ القديم على أن يتلوه في المساجد، أن يفرق على الأئمة ويتلى في بيوت الله عز وجل، ويحضر مجالس ختمه السلاطين والأمراء والعلماء تبركا بهذا الكتاب الكريم. ونحن على نهج هذه السيرة العطرة نختم معكم هذا الكتاب. فأقول بحول الله عز وجل أجازنا بجميع كتاب الشفاء مشايخنا السند المتصل إلى القاضي أبي الفضل، يقول رحمه الله في خاتمة هذا الكتاب: هنا انتهى القول بنا فيما حررناه، وانتجز الغرض الذي انتحيناه، واستوفي الشرط الذي شرطناه، مما أرجو أن في كل قسم منه للمريد مقنع، وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع. وقد سقطت فيه عن نكت تستغرب وتستدع، وكرهت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع، وأودعته غير ما فصل، وددت لو وجدت من بسط قبل الكلام فيه، أو مقتدى يفيدنيه عن كتابه أو فيه، لأكتفي بما أرويه عما أرويه. وإلى الله تعالى جزيل الضراعة والمنة بقبول ما منه لوجهه، ولعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه، لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله، وعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله، ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه، ويجعلنا ممن لا يذاد إذا دين المبدل عن حظه، ويجعله لنا ولمن تهمم باكتسابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه، وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه، ويخصنا بخصيصة زمرة نبينا وجماعته، ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته، ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهام، وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيذه جل اسمه من دعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله، ولا ينتصر من خذله، ولا يرد دعوة الخاصمين، ولا يصلح عمل المفسدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلاته على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.